اليوم ان شاء الله عندنا ملخص فيلم دريغ مي تو هيل او اسحبني الى الجحيم. فيلمنا اليوم كيهضر على واحد الموظفه كترفض باش تعاون واحد العجوز، فكتصيبها واحد اللعنه اللي كتدمر لحيتها وكتقلبها راسا على عقب. فيلمنا كيبدا سنة 1963 مع واحد الراجل ومرتو اللي كيديو ولدهم من عند واحد الواسطة روحانية سميتها سون شاندينا، وكيقولوا لها بلي ولدهم كيسمع اصوات وكيشوف شي حوايج ما كايناش. وفاش كتسولهم على شنو دار كيقول ليها بلي سرق واحد السلسله من طوموبيل واحد الناس من الغجر واللي كيكونوا معروفين بالسحر، وكيقولوا لها بلي حاولوا يرجعوا السلسله لمواليها ولكن ما قدروش. فهنا كتقرر ساندينا باش دير جلسه اتصال مع الارواح، وفاش دخلوا الدري كيشوف ايدين كائنات غريبه، واول ما كتبدا في الطقوس كتبان واحد القوه خفيه، فكيحاول الدري يهرب لكن شي حاجه كتلوحو. وهنا ساندينا كتشوف الارض كتشق وكتبان واحد اليد وكتجر الدري للعافيه. من بعد كننتقلوا للوقت الحاضر وكنشوفوا كريستين اللي كتكون خدامه في البنك وكتكون باغا ترقى باش توصل لمنصب مساعد المدير، وكيقول ليها المدير بلي غادي يفكر في الموضوع. من بعد كتجي عند كريستين واحد المقمره كبيره في السن واللي كيكون شكلها غريب، ضفرانها طوال وعندها واحد العين بيضاء. فكتقول كريستين واش ممكن تشرحي لي شنو باغيين مني البنك؟ فكتقول لها كريستين بلي اليوم البنك غادي يحجز لك على الدار حيت ما كتخلصيش الطريطه. فكتقول لها العجوز هاد الدار هذه هي اللي عندي، وكطلب منها باش يعطيوها شويه الوقت. وهنا كريستين باش تبين المدير انها صارمه في قراراتها كتاخذ القرار الصعيب وكترفض الطلب ديالها. فهنا العجوز كتبدا تطلب فيها لكن كريستين كتعيط للامن باش يخرجوها. وفي الليل وهي خارجه من الخدمه كتشوف واحد الطوموبيل غريبه مبلاصي قدامها، فما كتعطيش الامر اهميه وكتركب في طوموبيلتها. شويه كتشوف واحد الزيفه طاير في الهواء، وهي كتشوف فيه كتلقى العجوز جالسه موراها وكتقول لها انتي هنتيني. وهنا كريستين كتلوحها من الطوموبيل لكن العجوز جرتها من طوموبيلتها وطيحتها للارض. وهنا كتحيد واحد الصدفه من حوايج كريستين وكتبقى تقرا عليها شي حوايج غريبه وكتقول لها انتي هاد المره اللي غتطلبيني باش نبعد منك. شويه كتغبر العجوز وكريستين كتلقى راسها بوحدها تما. وهنا كيجيو البوليس وكيحققوا في داكشي اللي طرا. من بعد كيجي خطيبها وكيوصلها للدار. ومن بعد هادشي اللي طرا ولات كريستين كتحس بشي حوايج غريبه، اصوات وهمس غريب تابعينها، وكتحس بلي شي واحد غادي موراها وكيراقبها. من بعد كتقصر على خطيبها باش يدخلوا عند واحد الشواف، فكيدخلوا لعندو وكيستقبلهم وكيعرفهم على راسو. فكيشد لها في يدها وكيبدا يقول لها على بزاف الحوايج حقيقيه، وكيسولها واش سرقات منها شي حاجه مؤخرا. فكتقول ليه فعلا واحد المره خدات مني الصلفه ديال الجاكيطه ديالي، وبدون سابق انذار كيجي واحد البرد قوي وكيبدا يحرك في داكشي اللي حداهم. وهنا الشواف كيشوف شي حاجه لكن ما كيبغيش يقول شنو شاف، فكيقول لها بانها مصابه بلعنه من السحر الاسود. من بعد كترجع كريستين للدار وكتبدا تحس بشي حوايج غريبه وكتسمع واحد الصوت جاي من الجرده. شويه كتبان واحد القوه خفيه وكتضربها. من بعد كيجي خطيبها وكيلقاها كامله مضروبه، كتقول ليه بلي ما قدراش حد شكون هجم عليها، فكيقرر كرا يبات معاها باش يكون حداها. ومن بعد ما كينعسوا كتجي واحد الدبانه وكتدخل لفمها. شويه كتهجم عليها العزوج وكيخرج من فمها بزاف ديال الحشرات. وهنا كتفيق كريستين وكيكون داكشي اللي شافت مجرد حلم. من بعد كتمشي لخدمتها، شويه كتنزف من نيفها فكتحرج وكتمشي في حالها. من بعد النزيف لا طرا عليها كتعرف بانها ملعونه بتعويضه العجوز. من بعد كتمشي لدار العجوز فكتحل عليها الحفيده ديالها وكتقول لها كريستين باغا نشوف جداك باش نعاونها في الطريطه ديال الدار. وفاش كتدخل الدار كتشوف بزاف ديال الناس وسط الدار، وهي كتقلب على العجوز كتشوف تصويرتها معلقه على الحيط، فكتخلع وكطيح فوق جثه العجوز. من بعد كتجي الحفيده ديال العجوز وكتقول لها ما غتقدريش تفكي من اللعنه ديالها. وهنا كتمشي كريستين عند رام وكيقدر يكتشف الشيطان اللي ملعونه به واللي ما يسمى باللاميه، واللي كتبقى تعذب الضحيه ديالها لمده 3 ايام. ومن بعد كتجي باش ترجع الحاجه اللي تخدمت عليها اللعنه. وهنا كتفكر كريستين باللي العجوز قرات شي حوايج غريبه على الصدفه ديال جاكيتها واللي ما بقاش بزاف باش تجي اللاميه وتاخذها معاها للجحيم. وكيقول لها رام بلي الحل الوحيد عندها هو تقدم تضحيه بالدم، فكيعطيها واحد الكتاب اللي غيعاونها في هذا الشيء، ولكن ما كتقدرش وكترفض تقتل شي حاجه. ولكن بسبب هذا الشيء اللي كيطرى ليها بسبب اللعنه كتقرر تضحي بالمشي ديالها. والغد ليه كتهبط كريستين وكيكون كلشي مزيان واعتقدت باللي تهنات من اللعنه. فكتمشي مع كلاي عند عائلته، وفاش كيوصلوا للدار كتشوف واحد المشة كحله وغي شافتها بقات كتغوت. من بعد وهي كتاكل كتلقى عين العجوز وسط الماكله، فكتخاف
كتخلع وكتمشي عند الوسيط الروحاني وكتعصب عليه، وقالت ليه بلي هي دارت كاع داكشي اللي قال ليها لدرجه ضحات بالموشه ديالها، ولكن اللعنه مازال تابعها. فهنا كيقول ليها بقى عندنا حل واحد، ولكن القضيه كتكلف $10,000 حيت مرة اللي غيمشيو لعندها غتعرض راسها للخطر، فخاص يكون عرض مغري باش تقبل. من بعد كتمشي كريستين باش تبيع الذهب ديالها، ولكن واخا هكاك كيبقى ناقصها مبلغ كبير. فهنا كلاي كيقرر باش يعاونها وكيعطيها المبلغ اللي خاصها. من بعد كيوصلها للبلاصه اللي كيتسنى فيها الوسيط الروحاني. فاش كتدخل كتلقى سانطينا اللي هي المراه اللي كانت في البدايه ديال الفيلم، فكدير البلاصه اللي غيديروا فيها الطقوس. من بعد كيدخل المساعد ديال سانطينا ومعاه الجدي بيض وكيجلس معاهم في الطابله، وهنا كتعرف كريستين بلي غيحبسوا ديك الروح وسط منها الجدي ومن بعد غيقتلوه. وهنا كيبدا يدور في الطقوس وكيقراو في التعويذه لتحضير اللاميه، وهما كيقراو في التعويذه كيبانوا شي ارواح حداهم، لكن ساندينا كتقدر تتغلب عليهم. شويه كيسمعوا الباب كيتخبط بالجهد، وهنا كتدخل لاميه وكتلبس ساندينا. وفاش كيسولها الروحاني اشنو بغيتي كتقول لي باغا نروح كريستين براون. وهنا كريستين كتخلع وكتحط ايد ساندينا على جدي باش تنتقل ليه الروح. فهنا المساعد ساندينا كان جاي باش يقتل جدي، لكن كيعضو من يدو، وفاش بغاو يقربوا باش يطمئنوا عليه كيلقاو بلي اللاميه تلبساتو. من بعد كتشل العافيه بدون سابق انذار وكيتسد الباب باش ما تهربش كريستين. فكتقرب لامي عند كريستين وكتقول لها انا ما عندي ما ندير بالتضحيه ديالك الغبيه. من بعد كتبدا ساندينا كتقرا التعويذه باش تخرج لاميا من المساعد ديالها، لكن كيكون الثمن هو حياتها. وهنا كتعتقد كريستينا تهنات من اللعنه، لكن الوسيط رام كيقول لها للاسف اللعنه باقه وما تهنيناش منها، وبلي الحل الوحيد باش تهنى منها هو تعطي ديك الصدفه لشي واحد باش يموت في بلاصتها. وهي في الطريق مع كلاي شويه كتبان العجوز قدامهم في الطريق. من بعد كتمشي لواحد المطعم وكتبدا تشوف وتفكر لمن غتعطي الصدفه. وهنا كتجي نعاينها في واحد الراجل كبير في السن، فكتقرر باش تعطيها ليه، لكن غير كتقرب توصل حداه كتراجع وما كتقدرش. من بعد كتصل بزميلها سطو اللي خدام معاها وكتقول ليه باش يجي لعندها، وفاش كيجي عاوتاني كتراجع باش ما تعطيش الصدفه. من بعد كتمشي لعند رام وكتقول ليه واش تقدر تعطي الصدفه لشي واحد ميت. كيقول لها ممكن، لكن بشرط هو انك تعلقيها فيه. من بعد كتشد كريستين الطريق للقبر العجوز، وفاش كتوصل كتبقى تحفر باش توصل التابوت ديالها. من بعد كتشد الصدفه ديالها وكتحطها ليه في فمها، وفي الصباح كتفيق وكتلقى راسها تهنات من اللعنه ورجعت الحياه الطبيعيه. وكتمشي تلاقى مع كلاي باش يسافروا، وهنا كتشوفو كيجبد الصدفه وكيقول لها بلي طاحت ليها. كريستين غير شافتها خافت وبقات راجعه باللور حتى كطيح في السكه، وهنا كتجرها لاميا للجحيم. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. الا عجبكم الفيلم ما تنساوناش تعملوا لايك، ولا كنتي اول ما كتشوف فيديو من فيديوهات القناه شرفنا بالاشتراك ديالك في القناه وفعل جرس التنبيهات باش توصل بكل جديد.